السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة البروكلي بالخضار بطريقة سهلة جدا، طريقة صحية لو انت بتفضلي الاكل الصحي. طعمها حلو جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. حتى اولادك ممكن ياكلوا منها، يعني معظم اولادنا ما بيرضوش ياكلوا البروكلي والخضار والحاجات دي. بجد يعني عايزة اقول لكم الكاميرا ظلموها، والله هي فعلا تحفة بجد. طعم وريحة جميلة جدا، ريحتها قلب الشقة. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله، مش هطول عليكم، ندخل مع بعض في المكونات ونشوف معانا ايه. ونعملها مع بعض بسرعة جدا، ما تاخدش 10 دقايق. ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي ده بروكلي مقطعاه كده صغيره، زهرات صغننه خالص كده، طبعا حسب الحجم اللي انت بتفضليه اعمليه. انا بحبه صغير كده عشان ما يبقاش باين قوي في الاكل، تحسي ان انت بتشربي الشوربه كل معلقه كده بتاخدي فيها حاجات من دي. معايا هنا كوسه مبشوره وجزرايه مبشوره، هنا صباعين 2 كوسه ونص جزرايه. طبعا الكميه دي بترجع لك انت اللي انت حباه. بصلايه صغيره، قطعه روزماري وقطعه زعتر صغيره فريش. لو متوفر عندك، مش متوفر مفيش اي مشكله. معايا بس مكعب زبده. عايزه بس اقول لكم على حاجه، انا الجزر بتاعي والكوسه بشرتها بالمبشره. وحطيتها في مصفى، نزلت لي الميه دي كده، شايفين كده، نصفي الميه بتاعتها عشان تتشوح معايا كويس. عشان ما تتهرش مني وانا بسويها ويبقى تطلع طعمها حلو معايا. بضيف بس عليها رشه ملح صغيره جدا واسيبها في مصفى شويه، حوالي 5 دقايق 10 دقايق. بتنزل كميه الميه بتاعتها. هنحتاج على الكلام ده كله قطعه قشطه او كريمه لباني. او لبن، حاجه من التلاته المتوفر عندك حطيه. طبعا لو متوفر عندك صدور فراخ بانيه مثلا، هتقطعي شريحه عليها كده مع الخضار. بتخلي طعمها حلو جدا جدا بجد. بس هو للاسف ما عنديش النهارده. بس هنعمل دي برضو مع بعض بطريقه حلوه جدا، وطعمها حلو قوي 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 وجميله جدا للدايت، ممتازه. ضفت البصله بتاعتي كده بالشكل ده معايا كده. وضفت عليها نص قطعه الزبده، وهقول لكم في الاخر هنعمل ايه بالنص التاني. بس انا مش محتاجاها تتحمر او اي حاجه، انا يا دوب بس عشان لونها النار كده، وابتدي اضيف البروكلي بتاعي كده بالشكل ده في الاول. عشان برضو بياخد تسويه شويه عن الكوسه والجزر. نقلب كده كل المكونات بالشكل ده. بس ونهدي عليها النار ونغطيها ونرجع نشوف شكلها. اخدت معايا تشويحه خفيفه جدا، نبتدي نضيف بقى الكوسه والجزر بتاعنا كده بالطريقه دي. شايفين كده مش منزل ميه معايا خالص ازاي. دي قطعه الزبده اللي شلتها قطع صغيره جدا، والحاجات دي هنحطها في الاخر خالص. هقلب كل بقى المكونات مع بعضها كده كويس جدا. عايزه اقول لكم الريحه تحفه، والله لسه ما عملتش اي حاجه والريحه حلوه جدا. بس اغطيها بقى. كده خلاص يا حبايبي، اخدت التشويحه معايا بالشكل ده. نبتدي بقى نضيف التوابل بتاعتنا، رشه فلفل اسود. رشه كاري، طبعا التوابل اللي بتحبيها حطيها، انا بصراحه بحب الكاري جدا في كل حاجه يعني. رشه ملح صغيره، منكترش الملح لان احنا حاطين ملح على الكوسه والجزر. بس هقلب كل المكونات كده مع بعضها، ونضيف عليها شويه شوربه او ميه المتوفر عندك. زي ما قلت لك، لو انت حابه تضيفي فراخ بانيه في الخطوه دي، بتحطيها مع البصله في الاول خالص تتشوح معاها، وبعد كده تضيفي بقيه الخضروات بتاعتك. وكده خلاص هنضيف الميه بتاعتنا كده بالطريقه دي. البوتاجاز بتاعي اتطفى. عايزه بس اقول لك على حاجه مهمه، لو انت هتضيفي اللبن للشوربه بتاعتك ما تكتريش الميه، انا بصراحه ما عنديش لبن. فانا هضيف برده شويه ميه كده. وعامله حسابي طبعا ان في قشطه هحطها هتخلي الطعم مختلف معايا تماما. بس الخضار بتاعي استوى بقى كده على النار، ونبتدي بقى نضيف القشطه بتاعتنا او اللبن بتاعنا. وكده الخضار بتاعي بدأ يغلي معايا كده بالشكل ده على النار، اسيبه بس يستوى ونرجع نكمله مع بعض. تابعوا بس معايا للاخر عشان تشوفوا الخطوات الاخيره مهمه جدا. دي كده ممكن نضيف معانا مكعب مرق دجاج، لكن انت لو بتاكلي اكل صحي يبقى يفضل بلاش طبعا. وكده خلاص الخضار بتاعي استوى معايا بالشكل ده. انا زودت شويه ميه تاني ورشه ملح صغيره. ابتدي بقى اضيف الزعتر والروزماري بتاعي. واضيف حته الزبده اللي احنا سبناها مع بعض. وهضيف هنا معلقتين القشطه اللي قلنا عليهم دي. انا عندي قشطه مفرزاها في الفريزر كده بالطريقه دي. طبعا الكميه اللي انت بتفضليها حطيها، بس هي الصراحه لما بتاخد قشطه كتير بتبقى طعمها حلو. طبعا بيرجع على حسب النظام بتاعك اللي انت عاملاه. بس اقلبها بقى واسيبها تغلي كلها مع بعضها كويس جدا. ونرجع نشوف شكلها. وكده حبايبي خلاص خلصت معايا كده بالشكل ده، شايفين لونها بقى روعه بجد. خلاص مجرد ما تغلي معايا اطفي عليها، ونخلي بالنا عشان ما تفرش مننا على النار. عايزه اقول لكم لونها بقى حلو جدا، والطعم والريحه بجد تحفه. بس هتغلي بقى واطفي عليها. وكده حبايبي خلاص الشوربه بتاعتي كده خلصت معايا بالشكل ده. بجد طعمها روعه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.